طلبنا منهم بودة مرضوش. القصص جدع هم بالحجار. اتكلم تلقائي. طيب بلاش تلقائي، كلامي بيودي في داهيه. بص اللي تلاقيه كده قول لي كده. ايه من كورال تياترو، بنرحب بيكي. احنا كنا معاكم السنه اللي فاتت وشفنا حاجات كتير قوي حلوه. احكي لي عن السنه اللي فاتت مع الكورال. طبعا احنا يعني الحمد لله يعني ما كناش متوقعين ان احنا نبقى في النجاحات دي اللي احنا دلوقتي بقينا فيها، بس بجد يعني احنا ما شفتش فرقه زينا اكيد. طبعا. طب انتوا ناويين السنه الجايه تعملوا ايه بقى؟ مفاجاه. سيبها مفاجاه. قولي لي طب حياتك الشخصيه انت عملتي فيها ايه؟ احسن حاجه حصلت لك السنه اللي فاتت؟ فرقتي. الله والله الله يسعدك. طيب وان شاء الله السنه الجايه باذن الله كده نشوفك برضو على بدايه السنه الجديده ونشوف عملنا ايه في 2026. ماشي يا نور. المايك. بنرحب بيك في بودكاست مع رفعت. كورال تياترو معانا السنه اللي فاتت وبادئين معانا برضو السنه الجايه. احكي لي بقى ايه عملتوا ايه السنه اللي فاتت؟ والله السنه اللي فاتت ما شاء الله عملنا نجاح كبير جدا ما شاء الله. المساعد كلها الناس كلها بتتكلم عليه، وان شاء الله السنه الجديده يكون عندنا طموح ان شاء الله ان احنا نكسر الدنيا اكتر من كده باذن الله. Let me show you how we take care of the creature. ما شفتوش الناس مستغربه موضوع الكورال وان انتوا انتشرتوا خلال الفتره اللي فاتت؟ لا هو الموضوع مش جديد على الناس والله، بس في كبورسعيد الموضوع جديد في بورسعيد، بس يعني موضوع الانتشار بقى في بورسعيد احنا ان شاء الله يعني بدأنا ننتشر بطريقه كبيره، وان شاء الله السنه الجديده يبقى يعني اشوفكم في حته ثانيه اكتر من دلوقتي ان شاء الله. قول يا رب. حرام ما تشمتش فينا حد يا رب. رب انت عالم باللي بيا يرزقني خير. نور المايك. لا يا ابني لا، شفت ازاي جابني؟ تعال بس تعال. طب انا بذمتك كده هتمشي ازاي؟ طب نقعد ولا نعمل اقعد؟ لا تقعد فين؟ ما خلاص بقى يعني. طب تحرجنا ليه؟ لا ما اقدرش والله. يلا الكادر جاي. عندك كده منظري. لا ما اقدرش. برحب بيك في ماشي وخد راحتك عادي، انا اللي هتلخبط دلوقتي بس امسك عليك واحد الاول. برحب بيك في بودكاست مع رفعت وكورال تياترو معانا. واحكي لي عملتوا ايه السنه اللي فاتت؟ والله احنا السنه اللي فاتت عملنا شغل كتير وحققنا نجاحات كتير وعجبت الناس يعني كلها، وان شاء الله برضو في السنه الجايه نعمل شغل اكتر ونعجب الناس اكتر ان شاء الله. احكي لي على الحفله كده عملتوها وكان فيها مواقف حلوه الايام اللي فاتت. وكذا حفله والله ما اقدرش اقص حاجه، كل حفله وليها موقفها لا احكي لي موقف واحد بس. وانت كنت حرجنا فيه. قلت فجاه كده. الجمهور بيعمل حاجات كتير يعني، ما اكيد ما فيش حاجه راحت. يا ابو سيدي ايه اللي حصل احكي. في حفله كنا متفقين على اغنيه وبعد ما المزيكا عزفت صح لسه فاكر يا اخي، انت عارف كده. طيب عموما احنا مش هنحكي الموقف اللي حصل ساعه ما الموسيقى اشتغلت وانت قلت اغنيه تانية. احنا بقى عموما السنه الجايه هنقعد مع بعض برضو ونشوف في بدايتها كده انت عملت ايه السنه اللي هنعمل مسار تاني. نورتني. هو استفزني بصراحه. كان لازم ياخد السؤال ده اكيد يعني. حصل موقف ده المايسترو كان حكي لي شويه حاجات الناس بتعملها. اسال محمود علي يا احمد. مش قلت لك الاغنيه دي؟ المواقف مش عارفه دماغي فاضيه يا جماعه كلكم نسيتوا كده فجاه. ما تقول يا محمود مواقفنا كلها مش عارف انا بالظبط بشوف مواقف كلها حلوه. الناس معانا المشكله انهم بيغنوا سولو كله اللي قال لي هتكسف هجيبه في حلقه لوحده 30 دقيقه. اسكت في الحاجه عشان بحب اللحظه دي. طب تعالي اتفضلي. البوفين ده حاجه. معلش يا محمود. بنرحب بيكي في بودكاست مع رفعت ونبص كده للكاميرا. عملتوا ايه السنه اللي فاتت في كورال مع التياترو؟ عملنا نجاحات كبيره جدا وبجد كانت حاجه كويسه جدا للفرقه. خلاص. امال حضرتك فاكر ايه يعني؟ طيب الايام اللي فاتت كان فيها شويه حفلات كتير وكنتوا مستعدين لمواقف كتير يعني بتحصل. ايه اللي حصل الايام اللي فاتت؟ ايه المواقف اللي تمت؟ حصل مواقف كتير طبعا، وكان في تفاعل كبير من الجمهور لينا، وطبعا كان في دعم كبير منهم. كنتوا متوقعين ان يبقى في التفاعل ده وان الناس تحب الموضوع؟ واحنا طبعا عملنا شغل حلو وطبيعي نلاقي منهم رد فعل كويس لينا. طيب الايام الجايه ان شاء الله ناويين على ايه؟
يعني لأ أنتوا مالكم بقى مفاجأة. اوعي والنبي نضربها على بقها الولية دي. مفاجآت كورال تياترو كتيرة، وإن شاء الله هنشوف في 2027 2026 كان فيها إيه. إن شاء الله. نورتي. طبعا في بودكاست معرفة بقى يعني معانا المايسترو، ومش أول مرة يبقى معانا، فهيحكي لنا بقى الأيام اللي فاتت. يعني عمل حفلات كتير قوي بعد اللقاء اللي احنا عملناه مع بعض، عايزين نعرف بقى عملت إيه الأيام اللي فاتت. الحمد لله رب العالمين، ربنا بيوفقنا دايما الحمد لله، وبدعوات الناس اللي بتحبنا وفرقتي كمان اللي أنا بحبها بصراحة يعني، وإخواتي هم يعتبر هم النجاح كله فرقتي. أكيد طبعا. ودي الحاجة اللي ربنا كرمني بيها يعني في حياتي كلها، إن هم أحلى إخوات وأحلى أصحاب، ويعتبر إحنا فاميلي يعني. تحية كبيرة ليهم بقى. طبعا والله هم حبايبي وإخواتي طبعا، ودول فضل من الله عليا الحمد لله رب العالمين. وإن شاء الله السنة الجاية يعني إيه في كام مفاجأة كده مش عايز أحرقهم. لا إن شاء الله احنا هنتابع على طول مع بعض إن شاء الله بأمر الله إن شاء الله، ونشوفك الأيام الجاية كده، ونشوف يعني كورال تياترو بدأ يوصل لبره بورسعيد في حاجات كتيرة ويعمل شغل جامد يا رب. وإن شاء الله سنة سعيدة علينا وعليكم كده يا رب.